السلام عليكم، مرحبا نعم. بكم، مرحبا بك نعيمة، مرحبا المتتبعين ديالنا فين ما كانوا، المتتبعين ديالي وديال نعيمة. اليوم غادي نحاولوا أنا ونعيمة كيف ما تعودتوا علينا دائما، كنديروا زوم كنجاوبوا على واحد السؤال اللي كيتطرح علينا بزاف، كيطرحوه علينا الناس اللي كيتواصلوا معنا حول هذا البزنس اونلاين. هاد السؤال اليوم هو واش يعني كاينين بزاف ديال الناس اللي كيدخلوا لهاد البزنس اونلاين، يعني عدد في ارتفاع. آه، شنو رأيك نعيمة في هاد الشي؟ شنو تقدري تقولي على هاد الشي هذا؟ واش كاينه شي حاجة اللي لمسوها الناس في هاد البزنس اونلاين؟ يعني شوفي انا لما دخلت لهذا البزنس هذا كان العدد تقريبا، العدد بشكل عام يعني في العالم كله كان تقريبا 230 200 وحاجة ألف. الآن وصل العدد ل 200 وكتر و70 ألف، 270 ألف واحد. شنو السر اللي خلى الناس كلها تسول على هذا البزنس هذا ومعظمهم كيدخلوا؟ شنو رأيك نعيمة؟ اولا شكرا لك على هاد اللقاء الجميل. ثانيا كنقول السلام عليكم على المستمعين ديالنا المتتبعين ديالنا والمشاهدين جميعا. لي الشرف دائما انني نطلع ونعرف بهذا البيزنس ونعطي المعلومات اللي كنعرف واللي يعني نحصل عليها في هذا البيزنس هذا باش نشاركها مع الناس اللي متبعيني واللي مهتمين بالخصوص. فعلًا فاتحة في الآونة الأخيرة كنشوفوا هاد الbusiness تطوّر كتير والعدد اللي تيدخل هائل ما شاء الله، وهذا إن كانت كيدل على شي حاجة كيدل على أنه حقيقي وواقعي وصادق. أنا كنعذر الناس في الأول ولا في هاد الأعوام اللي سابقة بأن الناس ما كتخاف أنها ولا كتردد أنها تاخد الجرأة ولا تاخد الخطوة للقدام وتزيد لهذا البيزنس، ولكن بكثرة ما الناس غادا وكتدخل وكل واحد كيكون عنده واحد من المعارف ديالو من جيرانه ومن صحابه داخل في هذاك البيزنس وكيشوف لا رياليتي ديال ديال هذاك الشخص وتيشوف الواقع وتيشوف لي رياليزاسيون ديال داك المشروع اللي كيخدم فيه هذاك الشخص. الوغ كيخلي تيترونسميتي واحد الثقه منك لذاك الشخص اللي تيعرفك واللي تيتبعك. الوغ لهذا الناس ما كتدخلش للبيزنس اونلاين لان كما عرفتي هذا راه ماشي شي حاجه اللي هي اللي هي مولفينها حنا في العاده. راه تقريبا ملي كان الكوفيد لدابا هو فاش تلونساو الناس في البيزنس اونلاين ولا في اي حاجات عبر الانترنت اللي خلى الناس انها كاينين اللي هما جريئين يعني بواحد الدرجه كبيره راه هما دخلوا جربوا. كاينين اللي فشلوا كاينين اللي نجحوا ولكن كل والمشروع اللي داخل فيه والبيزنس ديالنا من بين المشاريع تلونساو من قبل من قبل حتى من الكوفيد. ولكن جا من ورا الكوفيد جا من ورا الكوفيد جا اوكي ماماتون اوكي فازي بخونو. كنعتذر هذا هو الخدمه ماشي مع مشكل. الوليدات في الدار. الوغ ملي جا الكوفيد خلى البيزنس ديالنا انه يكبر وانه يتافونسا ويتعرف اكثر. الوغ من كثر ما كنعرفوا الناس دابا اللي كنشوفوهم داخلين اونلاين وكنشوفوا لي رياليزاسيون ديالهم بعينينا قبل ما يكون اسمحي لي كنعتذر على هاد ماشي مشكل. الدراري الصغار ملي تيكونوا في الدار راه تيخليوش لك الوقت فين تخدمي كيفاش ديري تخدمي. الوغ قلت بانه منين كنعرفوا الناس اللي اونتور دو اللي كيكونوا دايرين بينا كيخدموا في هذا البيزنس هذا يعني كيولي عندنا واحد
كتعرف البيزنس شنو هو، كتعرف الواقع ديال داك الشخص شنو هو، كتكتسب واحد الثقة من جهة هذاك البيزنس، كيولي عندك تتعوّد عليه. يعني ملي كتشوف تمام. الناس اللي دايرين بك دايرين هذا البيزنس، حتى أنت تتولي عندك الثقة، تتعرف بأن راه شي حاجة إلا خدم إلا بحال أي بيزنس، أي مشروع تقليدي ولا أي عمل تقليدي، ملي كنخدموا فيه راه سوا غيجي معاك، سوا ما غيجيش معاك، سوا تخدم فيه تعرف ليه، سوا ما تعرفش ليه. يعني ولات الناس كتعوّد عليه، ولات الناس كتشجّع أنها ولات تدخل، كتثق فيه. ولات وكتثق في الناس. كتثق فيه. بيان سور تثق حيت صح. أنها شافت الناس اللي دايرين بها دايرينه. هذا هو نعيمة، علاش. نعم. أنتِ بدات تكلمتِ واحد شوية دابا على هاد الbusiness هذا، كاينين الناس اللي نجحوا وكاينين الناس اللي فشلوا. في exactement. نظرك من التجربة ديالكم، من التجربة ديال l'entourage ديالك اللي هُما الbusiness owners وحدوخرين، شنو هُما شروط النجاح اللي كيضمنوا للشخص النجاح في هذا الbusiness هذا؟ خلّينا نقولوها الناس، خصوصًا الناس اللي متردين أنهم يكونوا جزء من هاد الcommunity هادي. أنا نقول لك الشروط اللي كنعتمد عليهم أنايا، هما صراحةً عامةً هما هادو الشروط ديال كل واحد، ولكن أنا كنخدم هاد الفكرة بهاد الطريقة وبهاد la vision هادي. أولًا أنا ما ضامناش غدا عمري واش غنكون حية والّا ميتة، ما عارفاش شنو العمر ديالي، فين الحد ديالو. الله يعطيك طول يعني العمر. علاش ما نريسكي ولا ندير واحد الحاجة اللي أنا باغي نديرها ونشوف راسي واش نقدر عليها والّا ما نقدرش عليها. C'est pas la fin du monde إلا فشلت. الفشل ما بقاش، الفشل ما بقاش سبب باش أنه يمرض الواحد، وإنما سبب باش أنه ندافع للقدام. تمام. ثانيًا إلا مشيتِ خديتِ الخطوة الأولى، باغا منك الوقت أنك الصبر والاستمرارية. هادو هما داعمين ماشي شداد يعني قويين، اللي كيخليو أي حاجة تنجح في الحياة. ومن تمام. بينهم هاد الbusiness online. يعني إلا كنتِ كتخدم وكتقطع ولا ما فيكش الصبر، كتخدم واحد الشهر وتتقول أوف عييت صافي أنا ما هادشي ما بالياش فيه، راه أكيد ما غاتنجحش، واخا تكون راك في الطريق اللي خصك تكون فيها. ثانيًا إلا شتي راسك ما كت يعني ها أنت كاع صابر، ولكن نهار كتخدم نهار لا، يومين كتخدم نهار لا، يعني كتن تت تت تتع تتهاون في العمل ديالك، راك أكيد ما غادي دير شي حاجة، حتى إلا درتيها غديرها ولكن غتاخذ لك وقت كبير وصبر غير هو كبير وواحد السُّفل اللي هو طويل، وفي الآخر غادي تلاشي وغادي تخلّي. ألوغ غير هو النجاح تيبغي الجد والاستمرارية. غير هو يعني بالموازاة مع هاد الشي اللي قلتي نعيمة، حتى كنقولها للناس اللي مثلًا بداو الbusiness ديالهم، أو ناويين يبداو هاد الbusiness ديالهم وعندهم عراقيل أمامهم، فكنقول لهم بأن هذا الbusiness هذا من بين الامتيازات ديالو، حتى الناس اللي بداوه وما قدروش يكمّلوا لظروف معيّنة شخصية أو لظروفٍ ما، هاد الbusiness هذا كيخوّل ليك أنك بعد مدة ديال التوقُّف، سنة أو سنتين، تقدر ترجع ليه وتكمّل منين ما كنتِ. فهذا Exactement. التحويج اللي كيشجّع Exactement ouais. الواحد أنه يدخل لهذا الbusiness هذا مهما كانت النتائج، لأنك أنت كأنك شريتِ محل، ومثلًا وقعوا لك مشاكل معيّنة وسديتِ المحل، لكن المحل كاين، باقي عندك المحل، غير ولكن لا الحل فالور فاتحة، لا فالور ديال هذا البيزنس أنه ما تيفقدش القيمة ديالو ملي كتسد واحد المدة. باغ كونطخ تمامًا. هذاك المحل التقليدي ملي كتسد عليه السلعة تقدر تفقد تمامًا. لا كاليتي ديالها، تقدر ما تبقاش ماشية في السوق أصلًا. كاينين لي شوز اللي كيتريموضاو وفي يعني بزاف د الحوايج. باغ كونطخ هذا تيبقى محلول، واخا أنت اللي كتقرر تخدم ولا ما تخدمش، أنت اللي كتعرف راسك واش تخدم ولا ما تخدمش، واش تكمّل ولا ما تكمّلش، وقتاش بغيتي ترجع، وقتاش بغيتي تحبس. ولكن أنا نقول واحد الحاجة، الواحد ملي يذوق النجاح في هذا الbusiness هذا أكيد ما غاديش يحبس، واخا يكونوا الظروف تاعيا. علاش؟ لأنك une fois كتلونسي في الطريق وكتنجح في ديك الطريق، عرفتي المهم تتشد الطريق comme il faut، تما تتلونسي يعني حتى السيستيم تيعاونك تيخدم اوتوماتيكمون ليك نتايا. ولكن الا كنتي في الاول متهاون وخدمتي شويه ما قدرتيش توصل راسك للمبتغى اللي بغيتي وحبستي قبل، تما غير غتعطل راسك، اما راه هي الخدمه ديالك ما غاديش تمشي فيه
والbusiness ديالك ما تيطرى ليه حتى شي حاجة، كيتوقف في بلاصتو حتى كترجع وتتريكوبيري حتى هي يعني تتعاود تلونسا من جديد. تماما، شكرا نعيمة. يعني ما غاديش نطولوا عليكم اليوم باش ما نطلعوش لكم في راسكم. غير في نهاية هاد اللقاء هذا كنصح أي واحد عنده النية في التغيير، ما كنقولش أي حد، لأن هذا البزنس ماشي للجميع، هما الناس اللي كيشبهونا اللي فعلا بغاو يديروا واحد الخطوة جديدة في حياتهم، وبغاو يبداو واحد المشروع اللي هما ديما كيفكروا فيه وما قدروش يديروه. هاد الناس هما اللي كنبحثوا عليهم، هما اللي كنستقطبوهم حنايا باش يكونوا كيشبهونا كيف ما حنا دخلنا لهذا البزنس لاننا كنا بحاجه ليه. حنا ما كنجروا حتى شي حد بالزور كيف ما كيقولوا، حنا كنستقطبوا الناس اللي هم كيشبهوا لينا وبغاو يبدلوا حياتهم وبغاو يبداو هذا البزنس اونلاين وبغاو يحققوا ذاتهم فيه. فمرحبا بكم. وكلمة أخيرة لنعيمة قبل ما نسالي. الوغ كلمة أخيرة ما نقول غير شكرا اللي تفرج في الفيديو حتى لهاد اللحظة، ونقول لكم إلا عندكم شي سؤال خليوه لينا، وإن شاء الله نتلاقاو في سؤال جديد وجواب خاص به. يلا السلام إلى عليكم. اللقاء في زومنا المقبل أو في لايفنا المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.